تفضلي. مشكورة يا بنيتي يا أميرة. بالشفا. الله يعافيك. خليك. ما نزل؟ بعد ما أذنت له. كيف ما أذنت له؟ الساعة دحين 5:15 وموعدك بالمستشفى الساعة 5:15 ولابد تكوني في المستشفى قبل الموعد بربع ساعة، والمستشفى تسكر 5:30، يعني في كل الأحوال ما بتلحقين موعدك. والسبب الست الشهد حبيبة القلب وناموا عقب الظهر. يا رب يا رب تب علينا منها يا رب. ماجد 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 قوم قوم فكني قوم. ماجد امك بتتاخر على موعدها قوم. ماجد ماجد يا ربي ماجد قوم. ماجد ماجد قوم قوم لا يظنون ان انا السبب في تاخيرك. قوم ماجد تكفى قوم. ماجد خلاص نسيت امه واخته وبيته، قلبت راسه ونسيت الدنيا كلها. الحمد لله الحمد لله ان هالبيت بيت ابوي ورثينا منه الله يرحمه، والا كان علوم. انا ما ادري كيف اخوي ماجد يتزوج واحده ما لنا فيها راي. انسانه انانيه ما تحب الا نفسها. ماجد ماجد ارحمني، انت في نظرهم ملاك ما يخطأ واخطائك كلها انا سببها. ماجد ماجد قوم. اوه ماجد 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 قوم. ماجد احنا اتفقنا كم مرة ان نشيل من تفكيرهم اني خذيتك منهم. ماجد قوم ساعدني يلا قوم. ماجد اخوي ماجد يا بعد عمري يحبنا، وكل ما قرب منه تبعده هي عنه. يا سلام يا سلام يا ست شهد، يمكن هذا منطقك وتفكيرك كنت تزوجتي واحد مقطوع من شجرة علشان تمتلكينه انت لوحدك. لكن اخوي ماجد امه واخته ما لهم الا هو في الدنيا دي كلها، تحرمينه منهم وتحرمينهم منه. هذا ظلم، هذا حقد، هذا ما ادري وش هو. ماجد قوم. ماجد قصر في واجباتي بس امك واختك لا. ماجد ماجد انا زوجتك استحملك. ماجد كل ما سويت شيء قالوا ان انا السبب. قوم ماجد واللي يرحم والديك. قوم ماجد. رحنا فيها يما. واي ماجد واللي يرحم والديك. قوم ماجد قوم. ماجد قوم. وعد امي. صح النوم. وين امي الحين؟ في الصالة. الصالة؟ ماجد تعال ماجد قول لهم ماجد. يا سبحان الله، انسان امه مريضة ما تبي يوديها المستشفى. انا ما ادري وش فيها بنت. لا تبي تودي عرس ولا تبي تودي سوق. لا اله الا الله، انا ما ادري وش اسوي فيها. تبي ايش؟ تحجرها في غرفتها؟ وش هالظلم يا ربي؟ يلا 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 ها نومتك علشان لا توديني المستشفى، عشان من جاي تجيب لها عذر علشان تطلعها بريئة. نومتني وعذر وموعد. شو الكلام هذا؟ ايوه كل هالكلام كلام مفيد. يما انا اسف وحقك عليها. انا اسف جدا حقيقة. الظاهر اني استغرقت في النوم. انا اسف. يلا مشي يلا. على وين؟ مستشفى. مستشفى؟ موعد الوالدة هالحين، يعني لين ما تلبسون تكون المستشفى سكرت. لا هوا البس رايحين ثواني بس وان شاء الله بنلحق المستشفى قبل ما يسكر. يلا. لا خلاص هونت، ماني رايحة المستشفى. اطلع نام فوق عند حبيبة القلب.
الله يسامحك يا بدر، كان قلت لي ان ام صديقك واخته ما يبون يزوجونه الا واحده من قرايبهم، كان وفرت عليه المشاكل هذه كلها، طيرته للسماء. تعال شوف الكلام اللي قلته وإيش صار. شوفي يا اخوك، ماجد انسان طيب